وما بيصعبش عليا في الدنيا دي غير اتنين: واحد مفكر نفسه لما يخش سايبر سيكيورتي يعرف يهكر اكونت الانستجرام والفيسبوك، والتاني لما يحمل ابلكيشن رات هو كده سكيور 100% واحتل العالم. تمام. لو انت متعرفش ايه الرات ده بيبقى اب كده بينزل عندك. تمام. بتقدر تعمل منه بيلودز تمام جاهزة، ما الا بس انك بتبعت لينك حد يفتحه، تبعت صورة، تبعت PDF، الكلام ده كله. تمام. واللي قدامك بتقدر تاخد على الجهاز بتاعه اكسس. تمام. فانت دلوقتي خلينا في الاول في معنى كلمة رات. رات معناها ريموت اكسس تروجن. تمام، يعني بيتحكم في التروجن من بعيد. تمام. طيب، هل الحاجات دي ليها مصدر رسمي انها تنزل؟ لا، ملهاش مصدر رسمي. لو انت دلوقتي بتروح تجيبها من مكان انليجل مثلا، بتجيبها من اي مكان، اي ريسورس. تمام. هل الريسورس دي مصرح بيها عامة، او ان هي حاجة حاجة يعني معروفة انك تنزلها منها؟ لا. طيب، واكيد اللي بيعمل البرنامج ده هو ما بيديهالكش كده لولا الوطن، هو اكيد ما بيديش البرنامج ده ليك عشان خاطر سواد عيونك، فاكيد بيكون عليك ضرر. تمام. طب هتقولي انا فاتح من RDB. طيب هنفترض مثلا في حصل vulnerability معينة، وراح اخد عندك اكسس على الجهاز، على النتورك اللي انت شغال عليها. ما انت كده شغلت الجهاز بتاعك اسمه بوت نت. تمام. بقى كده هو يقدر يشوف كل الناس اللي عندك على الشبكة. ف ما بيصعبش عليا غير الاتنين دول والله. فنصيحة مني: بلاش رات، بلاش رات وما تدورش عليه، ملوش لازمة. اتعلم سايبر سيكيورتي، اتعلم النتورك، اتعلم اللينكس، اتعلم الميتا سبلويت، اتعلم ال البين تيست بتاعت الاندرويد، اتعلم الريفرس، هتفهم الكلام ده كله وهتعرف تعمله. تمام.